اهلا بيكم، ازيكم؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض عن ازاي عملنا شات بوت لعيادة بالذكاء الاصطناعي، وازاي قدرنا نسأله اسئلة مختلفة. زي مثلا ما انا بسأله دلوقتي انا عايز اعرف مين الدكتور المعالج، فرد عليا وقال لي الطبيبة المتخصصة هي دكتور اماني لديها خبرة واسعة في تقديم الحلول الطبية التجميلية بافضل الطرق العلمية. اذا كان لديك اي استفسار طبي معقد يمكنك الحضور لزيارة العيادة للحصول على استشارة. فأنا لو طلبت منه العنوان هيرد عليا ويقول لي العنوان بالظبط بتاع العيادة. مش بس كده، كمان اداني رابط الموقع. كل ده عملناه الفيديو اللي فات، وشفنا مع بعض الشات فلو اللي كان شغال في الخلفية وازاي دربناه على المحتوى بتاع العيادة والاسئله المتكرره اللي بتيجي بحيث ان هو يقدر يرد على اي سؤال بيجيله. في الفيديو ده هنتكلم على حاجه معقده شويه، هو ازاي هندخله داتابيز كبيره زي مثلا ملف الدستور المصري، وازاي هنتكلم مع الملف بشكل مباشر ويجاوبنا من واقع الملف. انا اسمي هاني جرجس ودي قناه اي اي بالعربي. مستعدين؟ يلا بينا. بعد ما عملنا انستليشن المره اللي فاتت للشات بوت على الكلاود او على اللوكال هوست، وعرفنا مع بعض من كرييت ازاي شات فلوز، اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوا الحلقات اللي فاتت بتاعت نفس السلسله من ازاي بنعمل شات بوت بالذكاء الاصطناعي باستخدام فلو وايز. ولو ما شفتهاش هسيب لك الرابط بتاعها يظهر لك على الشاشه دلوقتي على اليمين، بحيث ان انت تروح تتفرج الاول على الحلقه الاولى والثانيه والثالثه عشان تقدر تتابعنا ونمشي مع بعض خطوه خطوه. انا هنا اهوت هعمل زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، هعمل شات فلو جديده، واول حاجه بعملها هو ان انا بسيف الشات فلو وهسميه هنا اهوت الدستور المصري، وبكده اكون سيفت الشات فلو بتاعي. وزي ما اتفقنا بيطلع زرارين زياده وشرحناهم المره اللي فاتت. اول حاجه هنعملها هو ان احنا هنحط زي المره اللي فاتت بالظبط chain conversational chain question and answer، وهتطلب مني مجموعة مدخلات ومجموعة مخرجات، واتفقنا ان اللي عليها علامة حمراء هي دي اهم المدخلات او المخرجات بتاعتنا. هو هنا طالب مني الشات موديل، فهنستخدم برضو اوبن اي اي شات موديل. لو نزلنا شوية هنا هنلاقي الشات موديلز، وهستخدم برضو زي المرة اللي فاتت اوبن اي اي شات موديل. انت ممكن تستخدم اي ال ال ام تاني مناسب ليك، بس انا بفضل الشات موديل بتاع اوبن اي اي لانه سهل وبسيط كبداية. وبعدين هبتدي ادخل له الداتا زي ما احنا عارفين المره اللي فاتت احنا دخلنا له الكريدنشلز ازاي، وانا هنا اهوت مديها اسم معين. وبعدين بختار الموديل اللي انا عايزه يشتغل معايا، فانا هختار شات جي بي تي 4 او، وعايز التمبريتشر بتاعته. واتكلمنا برضو المره اللي فاتت عن التمبريتشر وايه فايدتها في الفيديو اللي فات. وبعدين هنوصل النودز ببعض. بعد ما وصلنا النود ببعض، تاني حاجة مطلوبة مني هي الفيكتور ستور ريتريفل، وده هجيبه من خلال برضو علامة الزائد، وهنزل تحت شويتين هلاقي اخر واحد معايا. وانا اللي يهمني هنا هوت in memory vector store، لاني مش محتاج اسيف الداتا دي في حتة، انا عايزها in memory مؤقتا. طبعا انت ممكن تختار اللي انت عايزه. هوصل النودز ببعض برضو بالفيكتور ستور مع التشين، وبعدين هلاقي ان دي طالبه مني مدخلين. اول حاجه الامبيدنج، وده اللي بيقسم التشانكس بتاعه الدوكيمنت، وبرده شرحنا في الحلقه الثانيه ايه هي التشانكس. وهيطلب مني ان انا ادخل الدوكيمنت اللي هنتكلم معاها، اللي هي هتكون في حالتنا دي الدستور المصري. اول حاجه هعملها هفتح البلس زي كل مره، وهلاقي حاجه اسمها امبيدنج، هدوس عليها وهجيب اوبن اي اي امبيدنج. بعد ما جبتها هبتدي اوصلهم ببعض، وبكده يبقى انا وصلتها. فاضل بس ان انا احط لها الموديل اللي هتشتغل عليه اللي هو الاوبن اي اي كريدنشلز اللي احنا عملناه برضو المره اللي فاتت. فاضل حاجه كمان هو ان احنا ندخل لها الدوكيمنت. المره اللي فاتت دخلنا لها تكست دوكيمنت، ومن خلاله دخلنا تكست فايل، بس المره دي احنا هندخل دوكيمنت كبير شويه. فهروح على الدوكيمنت لودر وهنزل تحت شويه لغايه ما الاقي البي دي اف دوكيمنت، علشان انا عندي الملف بتاعي بتاع الدستور موجود بي دي اف. طبعا لو موجود وورد اقدر برضو ان انا ادخله مفيش اي مشاكل. فانا هحطها هنا اهو، وهوصل النودز دي ببعض بالظبط زي ما انتم شايفين كده. وصلتهم. هلاقي ان هي محتاجه حاجه اسمها تكست سبليتر، بس مش اساسي. انا هدخلها لان انا بفضل يكون عندي دايما تكست سبليتر، وده اللي بيقسم الملف لتشانكس. برضو اتكلمنا على التشانكس ديت في الحلقه الثانيه. فهنزل تحت هنا اهوت وهروح على تكست سبليتر، بلاقيها وهدخل التكست سبليتر كاركتر تكست سبليتر، وبعدين هوصلهم ببعض. وبعدين هقول له انا محتاج كل تشانك قد ايه. انا هقول له مثلا انا محتاج كل تشانك 500 باوفرلاب ما بينهم حوالي 50. كده هيبتدي ان هو يدرب نفسه ياخد الملف اللي انا احطه له هنا اهوت ويقسمه ل 500 حرف في 500 حرف في 500 حرف، والاوفرلاب ما بينهم 50 حرف، بحيث ان هو يدرب نفسه على
الدستور المصري. هرجع اعمل سيف وبعدين هقول له ابلود الفايل. انا هحط الملف بتاع الدستور المصري وارجع لكم. انا جبت ملف الدستور المصري من على الانترنت بحيث ان احنا نقدر نسأله اسئلة ويرد علينا. فكل اللي انا هعمله دلوقتي هو ان انا حملت الملف هنا اهوت، وبعدين هختار one document per file. في اوبشن ان انا اختار one document per page، انا بفضل ان انا اختار one document per file. وبعدين الحاجة اللي قبل الاخيرة هي ان احنا هندوس upsert، بمعنى اصح هقول له درب نفسك على المحتوى ده دلوقتي لان انا هبتدي اسألك عنه. فيبتدي هو يعمل upsert للدوكيمنت، وبعدين بيقول لي انا عملت upsert للدوكيمنت خلاص ودربت نفسي على المحتوى اللي فيها. ولو انتوا شفتوا هتلاقوا ان الدستور بيتكلم عن مادة 1 مادة 2 مادة 3 وهكذا، وده الدستور اللي هو درب نفسه عليه. طيب خلينا بقى نسأله اسئلة من واقع الدستور. فخلينا نقول له مثلا مادة 1 عن ماذا تتحدث، وخلينا نشوف الرد بتاعه هيكون ايه. المفروض ان هو يعرف من واقع الملف اللي احنا مدينه له. وبالفعل رد عليا وقال لي مادة 1 تتحدث على ان جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عنها شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة وسيادة القانون وهكذا. مش بس كده، ده اداني كمان السورس اللي هو جاب منه المعلومات ديت. فانا لو بصيت في السورس دوت هقدر ان انا اوصل للمعلومة هو جابها منين بالظبط، وهي موجودة في ملف من الملفات ديت اهو زي ما انتم شايفين. مادة 1 جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ده نفس الكلام بالظبط اللي هو طلعهولي. طيب خلينا نتكلم على التعليم مثلا. فانا لو سألته ايه المواد اللي بتتكلم عن التعليم، فانا كتبت له ايه المواد اللي بتتكلم عن التعليم في الدستور، والمفروض ان هو يرد عليا دلوقتي حالا. وهو بالفعل رد عليا وقال لي المواد اللي بتتكلم عن التعليم مادة 20 تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. مادة 21 لكل دولة تكفل الدولة استقلال الجامعات. مادة 22 مادة 23 مادة 24 مادة 25 مادة 238 ان الدولة تلتزم بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومي على التعليم. ولو برضو دخلت هنا اهوت هلاقي كل المواد اللي اتكلم عنها اللي كانت بتتكلم عن التعليم. ده بسهولة قدرت اعمل محادثة كاملة مع الشات بوت عن الدستور المصري. بالتبعية اقدر احط اي ملف تاني وابتدي اتكلم معاه بشكل مباشر وهيرد عليا. الدستور المصري ده كان بس مثال بسيط. طبعا بسهولة اقدر اخد الكلام ده كله واطلع بيه كابليكيشن ستاند الون واديه لاصحابي بحيث ان هم يسألوا اسئلة عامة عن المواد المختلفة للدستور المصري. فانا هنا اسأله عن رئيس الوزراء، عايز مادة بتتكلم عن رئيس الوزراء مثلا، وهشوف هيرد عليا يقول لي ايه. تابعوا معايا. وهنا رد عليا وقال لي مادة رقم 163 من الدستور المصري تنص على أن الحكومة هي هيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصها. وبكده أقدر أشارك دوت مع أي حد من أصحابي أو أقدر أشاركه مع العملاء بتوعي اللي محتاجين يعرفوا مثلا عن الدستور المصري، أو ممكن تبقى مادة دراسية أنا بدرسها وأقدر أدي زمايلي اللينك بتاع المادة ويشرحها لهم بالشكل المناسب. وتابعوا معانا الحلقات الجاية وهوريكم ازاي نعمل شات بوتس مختلفة بالذكاء الاصطناعي. لو عجبك المحتوى ده ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب عشان خاطر يوصلك الحلقة الجديدة. أشكركم جدا على متابعتكم. كان معاكم هاني ودي قناة AI بالعربي. مع السلامة.